تخيل إن حياتك كلها متصورة وإنت مش عارف. واحد عايش حياته عادي جدا، بيصحى يشتغل يقابل نفس الناس كل يوم لحد ما حاجة صغيرة تبوظ كل حاجة. ومن هنا السؤال الحقيقي بيبتدي: لو اكتشفت إن حياتك كلها كذبة، هل هتفضل فيها عشان الأمان ولا هتخرج منها مهما كان التمن؟ الفيديو ده معمول بناء على طلب من حسون البزون. بتمنى اكون جبت اسمك صح لان الاسم صعب جدا، والفكره دي كانت تستاهل ان احنا نتكلم فيها. اول لقطه في فيلم ذا ترومان شو مش بتبتدي بمطارده ولا بمفاجاه ولا حتى بواحد بيكتشف الحقيقه. بتبتدي بواحد واقف قدام المرايه بيكلم نفسه عادي، بس المشكله ان احنا شايفينه. هو فاكر ان هو لوحده، بس هو مش لوحده. هو فاكر ان دي لحظة خاصة، بس ده أصلا جزء من العرض. ترومان مش محبوس بس في مدينة، ترومان محبوس في نظرة الناس ليه. والأخطر إنه في البداية مش حاسس إن في سجن أصلا. في الأول كل حاجة شكلها طبيعي جدا، ترومان بيصحى ينزل الشارع يسلم على نفس الناس. بس لما تركز شوية هتكتشف إن كل حاجة حواليه متظبطة زيادة عن اللزوم. وحاجة كده على جنب، الكاميرا محطوطة في أماكن غريبة جدا. يعني انت بص على الكام شوتس دول، الفيلم بيحسسك مش ان انت بتسرد قصة واحد، الفيلم بيحسسك ان انت حرفيا قاعد بتتجسس على واحد. الجيران بيظهروا في نفس اللحظة، الكلام بيتقال بنفس الطريقة، حتى مراته وهي بيتكلموا عادي في وسط الكلام تتكلم كأنها بتعرض إعلان مش إنسانة. ففي حاجة غريبة، مفيش مفاجآت، مفيش غلطة، مفيش حاجة خارجة عن السكريبت. وإلى حد ما ده مش كمال، ده نظام معمول عشان يخلي ترومان ما يفكرش. بص، الموضوع مش فيلم واحد اكتشف سر وخلاص. يعني الفيلم بيتكلم عن فكرة أخطر بكتير، إنك ممكن تكون عايش حياتك كلها مرتاح مبسوط، كل حاجة حواليك مظبوطة، بس في الحقيقة كل ده مش حقيقي. في حاجات غريبة بتحصل. يعني في لقطة في الفيلم لما الكشاف بيقع من السما، لقطة تانية لما المطر ينزل عليه لوحده، بعدها قال ايه ينزلوا المطر عادي. الفيلم بيقول لك حاجة واحدة، ان الواقع ممكن يكون متصمم مش عشوائي. عارف زي الالعاب كده لما بيحصل جليتش في اللعبة فبتشوف حاجات غريبة او حاجات you are not supposed to see. وغالبا بنسبة كبيرة، يعني لو فاكر يعني زمان لو انت من جيل قديم شوية، كان في لعبة اسمها كروس فاير، كان في جليتش كده في البوكس كنت ممكن تخش جواه وحرفيا يعني انت بتخنق الناس. يعني لو ينفع اقول لفظ تاني بس مش هينفع، يعني انت بترزل عن انت راجل رزيل. بس حاجه زي كده الى حد ما بتجيب لك بان، حاجه زي كده بتجيب لك حظر. الناس اللي فوق دايما حاطين سيستم مش عايزين يطلعوك منه، بس كطبيعه عالمنا مفيش حاجه كامله. هي حاجه حزينه بس كويسه في نفس الوقت، ان الباب دايما مفتوح. بس الفكره اللي يبقى واعي اصلا ان في حاجه مش متركبه. والمشكله الاكبر مش ان انت بتبقى مخدوع، المشكله انك ممكن تكون مرتاح جوه الخدعه لدرجه ان انت ممكن ما تدورش على الحقيقه اصلا. وهنا بقى السؤال الحقيقي بيبتدي. لو قلنا مثلا ان انت فعلا عرفت الحقيقه وفهمت، مع ان الحقيقه دلوقتي يعتبر محرمه، هل الحقيقه تستاهل ان انت تخسر عشانها الامان؟ كل نظام مهما كان متظبط لازم يغلط. لحد هنا ترومان كان شاكك، بس الشك ممكن يتفسر. ممكن تقول صدفة يا أخي، ممكن تقول إن ده سوء حظ، ممكن تقول أنا ببالغ شوية. لحد لحظة معينة لما بيشوف أبوه، الراجل اللي مات قدامه وهو صغير، الراجل اللي غرق في نص البحر وهو صغير، واقف قدامه في الشارع. بس قبل ما يستوعب بيتاخد منه، بيتخطف منه كأن حد ضغط زرار. الناس كلها بتحاول تطيقه عشان ما يوصلش لوالده. لا كده بقى الموضوع غريب، كده الموضوع مش صدفة ولا حتى أوهام، دي لعبة وهو بطلها. والأخطر إن اللعبة ابتدت تبوخ، اللعبة ابتدت تبان. من اللحظة دي ترومان ما بقاش مستني الحقيقة، هو قرر يدور عليها مش بعشوائية، بتركيز. يعني إيه فجأة الراديو فجأة يتكلم عن تحركاته، والمطر ينزل عليه هو بس والباقي ولا نقطة. يدخل مبنى عادي يلاقي الأسانسير ملوش ظهر، ناس واقفة مستنية دورها تمثل وحاطين مايكات وبيحاولوا يمنعوه أصلا من إن هو يخش. الفيلم هنا بيعمل حاجة مهمة جدا، بيخليك تشوف بعين ترومان كل حاجة كانت عادية بقت غريبة، وكل حاجة كانت غريبة
بقت دليل. هو مش بيجري وخلاص، هو بيجمع البازلز. هنا ترومان قرر ان هو يطلع، خلاص بقى الراجل زهق، فاخد مراته وبيحاول يفهمها ان هما بيتم التحكم فيهم، وبيسرد لها الاحداث اللي بتحصل وفعلا هتحصل بالملي، وهي بتتهمه بالجنون. بس هو بيدور العربية غصب عنها وبيحاول يطلع بالعربية من المكان اللي هو عايش فيه، وبيحاول يهرب، بس الزحمة بتظهر فجأة. بعدها قرر ان هو يرجع ويجرب نفس الطريق تاني، لا العربيات كلها اختفت، ويكمل الطريق بس الناس بتعترضه، الناس مش بتساعده يخرج، لا دول بيقبضوا عليه وبيرجعوه. ولما بيرجع وبيكلم صاحبه اقرب واحد ليه، ترومان بيقول له انا حاسس ان في لعبة بتتلعب، حاسس ان في حاجة مش مظبوطة من ورا ظهري، حاسس ان كل الناس شغالة عليها. وصاحبه بيقول له حاجة غريبة جدا، يعني بيقول له يا اسطى لو كل الناس بتضحك عليك يبقى أنا منهم، وأنا مش منهم يا ترومان. دي حاجة غريبة فعلا. والأغرب من كده إن ده حتى مش كلام صاحبه، ده كلام الشخص اللي متحكم في العرض. تخيل الجنون وصل لدرجة إيه؟ إن هما بيملوا صاحبه يقول إيه وما يقولش إيه، وكل ده بيعملوه ليه؟ عشان يتمسك بالحياة. The show must go on. دايما لازم الشو يكمل. بين قوسين المغريات يقول لك لا انت مرتاح هنا، الدنيا جميلة هنا الى اخره. والحاجة الغريبة بعد كده اللي بتحصل ان صاحبه بيقول له انا لقيت ابوك اللي هو اتقبض عليه من شوية، بيقول له لا انا لقيت ابوك، بص سلم عليه، كل حاجة هنا متاحة، احنا هنا بنقدم لك كل حاجة جميلة، ووالدك موجود ووالدتك موجودة ومراتك، انت عندك حياة. وللأسف كل ده برضه من ضمن العرض، كل ده من ضمن الشو. وهنا ترومان بيوصل لأصعب نقطة، إنه حتى لو فهم اللعبة هو مش عارف يخرج منها. وأسوأ حاجة إن هو ممكن يستسلم، مش عشان هو ضعيف، لكن للأسف عشان النظام دايما أقوى. في لحظة معينة ترومان وقف تفكير، مش لأنه فهم كل حاجة، بس لأنه فهم أهم حاجة، إن عمره ما هيبقى حر وهو مستني الإذن وهو مستني اللحظة المناسبة. فقرر، مش قرار إن هو يهرب، قرار إن هو يواجه الحاجة الوحيدة اللي عمره ما قدر يقرب لها، البحر، الخوف اللي اتزرع جواه من هو طفل. وهنا الفيلم بيقول لك فكرة مهمة جدا، الحرية مش إن أنت تلاقي طريق سهل، الحرية إن أنت تعدي من أصعب طريق. ترومان ما كانش متأكد إن هو هينجح، بس كان متأكد من حاجة واحدة بس، إن هو مش هيرجع. ترومان أخيرا وصل مش لنهاية الطريق، بس لنهاية العالم نفسه. القارب بيخبط، لكن مش في موجة، في جدار حقيقي. أول مرة يلمس حدود حياته بإيده. كل حاجة كان شايفها سما طلعت سقف، وكل حاجة كان فاكرها عالم طلعت مسرح. وهنا بيظهر الصوت اللي كان طول عمره بيحرك كل حاجة، بيقول له الحقيقة بس بطريقة غريبة. بيقول له خليك، بيقول له ان بره اخطر، ان بره مفيش امان، ان هنا حياته احسن. ودي اهم لحظة في الفيلم كله، مش لانه اكتشف الحقيقة، بس لانه لازم يختار بعدها، هل يرجع يعيش في كذبة مريحة ولا يطلع لحقيقة مش مضمونة. في الاخر ترومان واقف قدام الباب، مش باب عادي، باب بين حياتين، حياة هو عارفها حتى لو كانت كذبة، وحياة هو ما يعرفش عنها أي حاجة. والقرار هنا مش سهل، لأن الحقيقة مش مضمونة بس الكذبة مضمونة جدا. ومع كده بيبتسم نفس الابتسامة اللي كان بيبتدي بيها يومه، بس المرة دي مختلفة، مش تمثيل، اختيار. ويقفل العرض ويمشي. ترومان هنا ما خرجش من كل الدوائر، بس الأول مرة في حياته هو اللي اختار يمشي. وده الفرق كله، إنك ممكن تفضل طول عمرك جوه اللعبة، بس في لحظة واحدة تقرر تلعبها بإيدك، تقرر تلعبها بقانونك. انت حريتك موجودة، بس هي الفكرة الحرية مش ان انت تحس ان انت عايز تقول لأ، الحرية لما انت تقول لأ، ان انت تحس دي حاجة وان انت تقول كلمة لأ دي حاجة تانية. فالحرية مش مريحة ومش مضمونة، هي بس خروج للمجهول. يمكن مفيش حرية كاملة، بس افتكر ان في دايما اختيار، وده كفاية.